هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، ومن الساعة 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند، وعلى مدى 24 ساعة على القمر الصناعي النايلسات على 8 درجات غرباً، وعلى تردد 11678 بالاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. المستمعون الأكارم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أنا صلاح محمد زين وزملائي بصوت المنتدى، ونرحب بكم في ساعة هذا اليوم الأربعاء 10 من ديسمبر، والذي نستهله كالعادة بنشرة للأخبار يقدمها هذا المساء الزميل يوسف بوليسي، ثم نتوقف عند محطات مع أحمد القيسي والحلقة الثانية من مشاهد إريتريا، ونختم بفقرة تأبينية للشهيد الشيخ أحمد شيخ فرس. وقتا ومتابعة طيبة لساعة منتدى اليوم. الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ولا بد للليل أن ينجلي، ولا للقيد أن ينكسر. ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر. فويل لمن لم تشقه الحياة من صفعة العدم المنتصر. كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستتر. ذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستتر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للحي أن ينكسر. صوت المنتدى. أعزائي المستمعون، اسعدتم مساء. أحييكم وأقدم لكم نشرة للأخبار أبدأها بأهم العناوين.
مصادرنا من الداخل تؤكد وجود سياسات خفية لتفريق إريتريا من الشباب. عنصر من استخبارات النظام الإريتري ينسق مع عصابات الاتجار بالبشر إقرار منح الجنسية الإريترية للموالين النظام ومنحها عن المعارضين، حالات وفاة بمعتقل عدابيتو بسبب سوء الأوضاع الصحية والإدارية، اختطاف 33 إريتريا من قبل عناصر من الرشائد واحتجازهم في نفق أرضي بالقرب من مدينة كسلا السودانية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها. في تعليق حول تباكي النظام عبر وزير خارجيته في روما بخصوص جريمة الاتجار بالبشر، أفاضت مصادرنا من الداخل إلى أن من يستمع لحديث الحكومة الإريترية حول هروب الشباب من إريتريا وتبرير ذلك تحت عناوين عديدة منها مؤامرة دولية حيناً أو ضعف اقتصادي حيناً آخر، هو لإخفاء الحقيقة الموضوعية المتعلقة بسوء الأوضاع السياسية التي تنعكس في مسائل الاقتصاد وغيرها. وأشارت مصادرنا إلى وجود عنصر هام وراء هذه المسألة، ألا وهو السياسات الاحتياطية الخفية للحكومة الإريترية حيالها، والمتمثلة في تجنب عنصر الانفجار الشعبي عبر تفريق إريتريا من الشباب الغاضب. وهذا المنهج تمارسه الحكومة الإريترية بسرية تامة وفي نطاق إداري أعلى وضيق، لأن الكثير من الكادر لا يستطيع استيعابه من جهة، ومن جهة أخرى ينبغي أن تتم العملية فقط بمعدل إفراغ الشحنة الزائدة وإيقافها إن تجاوز ذلك حتى لا ينهار البناء الكلي. وفي هذا الإطار يأتي فتح حدود الجنوبية مع إثيوبيا أمام الهاربين من الشباب، وتخفيف المراقبة على تخوم الحدود السودانية الإريترية، وكان نتيجة هذا الإجراء الهروب المكثف الذي شهدته البلاد في الآونة الأخيرة. ويذكر في هذا الصدد أن إسياس أفورقي في العديد من لقاءاته عبر عن قبضته لهروب الشباب وقال إن هروب هؤلاء يجعلنا نعمل في وضع أكثر نقاء وثقة، وهو ما عده المراقبون تشجيعا للشباب للهروب من البلاد. أفادت اللجنة الإريترية لمحاربة عصابات الاتجار بالبشر نقلا عن مصادر مطلعة على أن عصابات منظمة تقوم بتخريب أعداد كبيرة من الشباب الإريتري من معسكرات اللاجئين الإريتريين في إثيوبيا، خصوصا من معسكر حمطاط إلى الأراضي السودانية، وذلك عبر محطات مختلفة. وهذه العصابات تقوم في البداية بنقل الشباب من تلك المعسكرات إلى وادي تكزة ومنه إلى مدينة حمراء المتاخمة للحدود السودانية، ثم يعبرون بهم الحدود خلسة ليصلوا بعد رحلة 3 أيام إلى قرية تسمى حجر التي يعتقد أنها تقع على بعد 4 ساعات باتجاه شمال شرق مدينة الخرطوم. وتؤكد المعلومات أن 3 عربات لواري تقريبا تدخل كل يوم إلى هذه القرية، وهي تقل الشباب المهربين من المعسكرات الواقعة في شمال إثيوبيا، ثم تخرج عربة واحدة يوميا وهي مكتظة بالعشرات من الشباب الذين لا يستطيعون تسديد الفدية أو المبالغ التي تحددها هذه العصابة لإيصالهم إلى الخرطوم. ويعتقد أن ما يربو عن 3000 إريتري يحتجز في هذه القرية. ويضيف المصدر أن في هذه القرية حراسا سودانيين بالإضافة إلى ما لا يقل عن 100 عربة لاند كروزر. وإذا حصل أي هروب للمحتجزين غالبا في الليل وقبل الشروق، تقوم العصابات بتحريك عربات عديدة إلى كل الاتجاهات، وغالبا ما يتم القبض على الشباب الذين يحاولون الهروب. وأشارت المعلومات الواردة إلينا بأن شخصين يدعى أحدهما فيلمون والآخر برخت هما المكلفان بالضغط على الشباب بشتى الوسائل، منها التعذيب، للاتصال بذويهم لدفع المبالغ المطلوبة منهم. وتضيف تلك المعلومات أن هناك حديث عن قدوم أفراد من الشرطة السودانية إلى تلك القرية، إلا أنهم يعودون من حيث أتوا دون أن يقوموا بأي إجراء. وعدا أحد المتابعين لموضوع تهريب البشر في المنطقة سبب اختيار قرية غير معروفة لإخفاء الشباب عن أنظار، لأنه كان يتم في السابق احتجاز الشباب في الخرطوم، إلا أنه بعد ازدياد أعداد الهاربين دون أن يسددوا المبالغ المطلوبة منهم، غيرت عصابات الإجرام إجراءاتها واختارت هذه القرية النائية. وهناك معلومات تؤكد على أن أحد أفراد العصابة هو من سكان شامبوك والقاش، وآخر من ضواحي مندفر السراي. والمبلغ المفروض لتخصيص الشباب من العصابة يبلغ 80,000 نقفة للفرد الواحد، أي ما يعادل $1400 أمريكي. وفضلا عن الشخصين المذكورين علاه، تؤكد المعلومات عن وجود الشخصية الرئيسية في العصابة في خرطوم ويكنى بالشقور، وهو من سكان قرية قلاي بعلتيت أكلوكوزاي، ومساعده يدعى رزاني من سكان بارونتو. وتفيد بعض المعلومات أن الشقور هذا كان عضوا مهما في جهاز الاستخبارات التابع للفرقة 15 في الجيش الإريتري، ويشار إليه بأنه أحد المنسقين بين النظام الإريتري وعصابات التهريب المنتشرة في السودان وإثيوبيا. وما يؤكد ضلوع أجهزة استخبارات النظام الإريتري في هذا الأمر
هنالك معلومات تؤكد على أنه تم الاتفاق بين عناصر المافيا في كل من إثيوبيا والسودان على تهريب 3 أشخاص إريتريين من معسكرات اللاجئين في إثيوبيا واحتجازهم في حمدايت التي تقع داخل الأراضي السودانية في المثلث الحدودي بين الدول الثلاثة إريتريا والسودان وإثيوبيا، ومطالبة ذويهم بتحويل مبلغ 100,000 نقفة عن كل فرد، المجموع 3,000 نقفة، إلى إريتريا قبل إطلاق سراحهم. أما بخصوص مهرب البشر المعروف على نطاق واسع والذي يدعى أنغسوم طعامي أكولوم الملقب بوجهي، فإن المعلومات المتوفرة تشير بأنه مختفي عن أنظار في الخرطوم، حيث تبحث عنه السلطات السودانية منذ فترة طويلة، علما بأن السلطات الإثيوبية كانت قد ألغت القبض عليه وأبعدته إلى السودان بعد أن قضى في السجن 2.5 عام، ويقال أنه يتمتع بحماية خاصة من قبل النظام الإريتري. وجدير بالإشارة أن أنغسوم وجهي هذاك كانت أسرته مكونة من زوجته ترحاس و4 أطفال تعيش في حي مبرات هايلة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتم نقلها قبل 4 أشهر، والأم هي في الشهور الأخيرة من الحمل إلى السودان ثم إلى إريتريا وتعيش حاليا هناك. وهذا دليل آخر على تواطؤ أجهزة الاستخبارات الإريترية في عملية تهريب البشر من خلال عناصرها المنتشرة داخل إريتريا وفي منطقة بأسرها. علمت مصادر المنتدى أن وزارة الشؤون الخارجية الإريترية عقدت في 3 ديسمبر الجاري اجتماعا مغلقا بقاعة دندن بالعاصمة أسمرة ل38 غسلا وقائما بالأعمال لدى سفارات النظام بمختلف دول العالم، بالإضافة لمسؤول الجنسية والهجرة في إريتريا و50 عضوا من مكتب الرئيس. وقد بحث الاجتماع مسألة كيفية منح وتوزيع بطاقات الجنسية الحديثة، وصدرت عنه تعليمات مشددة على ضرورة ضبط مقاييس منح الجنسية بحيث لا تمنح للأعضاء المعارضين لسياسات النظام حتى وإن دفعوا ضريبة دعم الحكومة 2%، على أن يتم ذلك من خلال عمل النشط للقنصليات في جمع المعلومات عن الإريتريين في الخارج من خلال الموالين للحكومة، وحفظ الملفات بسرية تامة لكل من يدلي بالمعلومات وكذا المعلومة التي أدلى بها. وقد تليت عليهم رسالة وردت مكتب الرئيس بهذا الخصوص مفصلة التدابير التي تحول دون حصول أفراد المعارضة للجنسية الإريترية. كما علمت مصادر المنتدى من أسمر أن وزارة الخارجية الإريترية أصدرت تعليمات صارمة توضح فيها ضرورة امتناع كل أطقمة السفارات عن الإدلاء بأي تصريحات دون تكليف مباشر من وزارة الخارجية، وأكدت مرارا على ترك التصريحات للأفراد الذين تحددهم الوزارة والتي بدورها ستمنحهم المعلومات التي يدلون بها. إلى ذلك أثير في الاجتماع موضوع الدستور، وأنه من المتوقع أن يشرع في العمل فيه عقب الانتهاء من عملية توزيع بطاقات الجنسية الجديدة. هذا وتشير الأخبار بأن القناصلة والقائمين بالأعمال عبروا عن قلقهم الشديد من أفعال المعارضة، وأوضحوا بأن مهام السفارات تتعرض للإعاقة من هؤلاء الذين ينشطون ضمن الحكومة في أوساط الجاليات الإريترية بالخارج. وحيال هذه الشكوى كان رد السلطات: لا تعيروهم اهتماما، نحن لهم وسنتولى أمرهم. وأخيرا اعتذرت الوزارة عن عدم تمكن الرئيس من عقد الاجتماع الذي كان مقررا أن يعقده معهم، وبررت ذلك بانشغالاته الكثيرة. الجدير بالذكر أن معاهدة جنيف لعام 1930 قد أقرت بحق كل إنسان بالتمتع بالجنسية في بلاده، كما اعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948 أن الجنسية حق من الحقوق الأساسية للإنسان، إذ لا يجوز حرمان ونزع الجنسية عن أي شخص تعسفا. توفى 7 من المعتقلين في مركز عدة أبيتو القريب من العاصمة أسمرة، وتتحفظ إذاعة صوت المنتدى عن إذاعة ونشر أسمائهم مراعاة لمشاعر أسرهم الذين لم يبلغوا بعد بهذا الخبر الصادم. وكشفت مصادر المنتدى عن أن حوالي 1200 مواطن في معتقل عدة أبيتو قد حشروا في عنبرين على خلفية التجنيد القسري، وأنهم في أوضاع إعاشية سيئة للغاية بالمعتقل. وقد أدى الاكتظاظ وضعف خدمات الصحة في النظافة والعقاقير الطبية إلى تعرض المعتقلين للأمراض المعدية، وتفشت في أوساطهم حمى التايفود والدرن والإسهال. وبسبب عدم تمكن الطاقم التمريض في المركز من احتواء التدهور الصحي المريع الذي حدث في أوساط المعتقلين وتفاقم حالاتهم، عمل الممرضون بإحالة الحالات المتزايدة إلى مشفى حليبات بأسمرة، إلا أن إدارة المعتقل منعتهم من إرسال أي مريض إلى أي مشفى خارج المركز دون موافقة سلطات التحقيق الأمني مهما بلغت خطورة الحالة، مما تسبب هذا المنع إلى ارتفاع حالة الوفيات بين أوساط المعتقلين. علمت مصادر المنتدى أن عصابات الرشايد للاتجار بالبشر تخفي 33 إريتريا في منزل بني تحت الأرض وسط مزرعة بضواحي مدينة كسلا. وتحدثت مصادرنا في 2 ديسمبر الجاري مع الآنسة تعقستي أمباي، وهي فتاة إريترية كانت ضمن الضحايا، وقد أدلت تعقستي التي لم تمانع من نشر اسمها بتفاصيل هذا الاعتداء الإرهابي الآثم والمتكرر على أبناء شعبنا، حيث أشارت بأنها أجبرت على دفع فدية مقداره $10,000
أنقذت بها حياتها. وأضافت أن الكمين نصب للاجئين إريتريين من قبل رشايدة بتعاون من بعض الإريتريين، وأنهم وضعوا بعد أن اختطفوهم في منزل مبني تحت الأرض بمنزعة بها مشكوريب. واستطردت قائلة إنها تحركت من أسفل وفقا لإرادتها هروبا من القهر السياسي واختلال موازين الحياة الكريمة هناك. وبعد السير ل3 أيام وصلت إلى أطراف قارورة السودانية. هناك تم اختطافهم من ثم تحويلهم إلى منطقة بضواحي كسلة، وأن أقاربها حولوا مبلغ 10,000 دولار إلى مصر لعصابة الرشايدة، لهذا تم تحريرها من الأسر. وعربت عن حزنها البالغ لبقية الإريتريين الذين يعانون التعذيب تحت سياط هؤلاء الإرهابيين القتلة على حد وصفها. الجدير بإشارة هنا إلى أن الحكومة الإريترية هي المكون الأساسي لعصابات الرشايدة في مرحلة عدائها السابق مع الحكومة السودانية. ومعلوم أيضا الصلات الوثيقة ماضيا وحاضرا بين هذه الجماعات وحكومة السياس، فقد درجت الحكومة الإريترية على تكليف العصابات بتنفيذ أهداف محددة مقابل صفقات مشتركة سياسية واستخباراتية ومالية، وأن تنحية اللواء تخلمانجوس عراب هذا الملف عن مسرح الجريمة ومحاولة إبعاده أو حرقه هو وملفاته لا يخفي الحقائق الدامغة التي يعلمها كل متابع. نهاية النشرة. إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر، ولم أتجنب وعور الشعاب ولا كبة اللهب المستعر. ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للخير أن ينتصر. محطات مع أحمد القيسي. محطات برنامج يقف على أهم الأحداث التاريخية والآنية. مشاهد إريترية، إثيوبيا والفراغ السياسي المحتمل والثمن الباهظ. الحديث عن إثيوبيا يحمل الكثير من التعقيدات، لأن الموضوع ليس من السهل تناوله كعلاقة بين دولتين شاءت الأقدار والظروف السياسية أن يعيشا حالة من التوتر والخلاف، بل إن القضية أعمق وأكثر تعقيدا، ويمكن تلخيصها بالنقاط التالية. أولا، إن المأساة الإريترية بدءا من الخمسينات وحتى اللحظة هي كلها صناعة إثيوبية، أو أن الطرف الإثيوبي هو الطرف الفاعل في أي حدث قل شأنه أم كبر. ثانيا، أن مراحل الارتباط مع إثيوبيا مر بأشكال مختلفة: الفيدرالية، الضم النهائي، والسلاح المسلط من قبل حكام إثيوبيا هو طمس وإنهاء الوطنية الإريترية من خلال القمع واعتماد سياسة الأرض المحروقة وتجفيف الأرض من الشعب كطريقة ناجعة للتخلص من القضية وشعبها. ثالثا، سعى حكام إثيوبيا بربط الحركة الوطنية الإريترية والمطالب الوطنية بجهات خارجية، تارة بالصراع العربي الإسرائيلي، وتارة كحركة انفصالية تمثل بادرة شؤم للقارة الأفريقية،
التي تعج بحركات انفصالية لا حد لها كنتيجة للتقسيم الاعتباطي الكولونيالي لدولها. ومع تبدل شكل وصورة النظام الإثيوبي تبدلت النبرة والخطاب والتهم، فأصبحت القضية والمطالب حركة رجعية تقضيها الدوائر الاستعمارية والإمبريالية العالمية وبدعم القوى الرجعية في المنطقة. لم يحدث في التاريخ الطويل لهذه العلاقة الملتبسة أن وعت النخبة الإثيوبية أهمية سياقة علاقة سليمة وصحية يراعى فيها الحق الوطني الإريتري من ناحية والمصالح الحيوية لإثيوبيا من ناحية أخرى. وقد يعود السبب لتخلف الطبيعة الاستعمارية لإثيوبيا، فهو من ذلك النمط العالم ثالثي والذي يستمد وعيه وسياساته من مخلفات القرون الوسطى. زد على ذلك وفي ذلك الزمن كانت الحالة الإريترية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا أيضا أكثر تقدما ورقيا من إثيوبيا نفسها. ويعود ذلك للحالة التي أوجدها الاستعمار الإيطالي في البلاد. الاستعمار الإيطالي خلافا لبقية المستعمرين الأوروبيين قام بخلق بنية حديثة في البلاد وصناعة متقدمة في زمانها وشبكة طرقات تربط معظم مدنها وعلاقات اجتماعية جديدة، وحاول طوال تواجده أن يخلق شيئا مطابقا لإيطاليا في ذلك الركن من العالم، وذلك ليس حبا في الشعب الإريتري وأرضه، ولكن كان يرى في هذا الإسراف الاستعماري حلا لمشكلة في جنوب إيطاليا من خلال ترحيل سكان الجنوب إلى هذه المستعمرة وخلق حالة من الاستيطان الدائم لهم وإنهاء تناقض الشمال والجنوب في إيطاليا. هذا الكرم الإيطالي وما خلقه من تفاوت كان الفجوة الأولى بين المستعمر والمستعمر برغم القنا الذي تتمتع به إثيوبيا. وبرغم تبدل الأحوال والظروف لا زال الكثيرون من الإريتريون من الجيل القديم يصعب عليهم أن يهضموا فكرة أن إثيوبيا قد استعمرت إريتريا، ولكن للزمن دوراته، وها هي إثيوبيا تتربع اليوم كقوة إقليمية في القرن الأفريقي. ثم تأتي في المرتبة الثانية مسألة المنفذ البحري، باعتبار أن إثيوبيا بلد مغلق بينما إريتريا تمتلك شواطئ يفوق حاجتها. وحديث من نوع ليس من المنطق خنق الملايين الإثيوبية بينما إريتريا تسيطر ما يفوق حاجتها. وقد وجدت هذه الحجة مكانا خاصا في وعي الجماهير الشعبية، بحيث ارتسمت في مخيلتها بأن الانفصال يعني لها الاختناق. هذا النوع وخلافه من التهييج الإعلامي والتعبئة المغلوطة جعل كل القوى السياسية وبتنوع توجهاتها تساير وتدعم توجه السلطة في إثيوبيا في معالجتها للمسألة الإريترية. وحين يأتي الحديث عن الإريتريا يلتقي اليمين والوسط واليسار الإثيوبي بضرورة القضاء على المتمردين وعملاء الخارج. القوى السياسية الوحيدة التي أعلنت صراحة ودون مواربة حق الشعب الإريتري في تقرير مصيره هي جبهة تحرير تيغراي، وهذا موقف يحسب لها مهما كانت دوافع هذا القرار ومبرراته. هذا الموقف فرض واقعا جديدا من التحالفات والتنسيق بين الثورة الإريترية بشقيها جبهة التحرير والجبهة الشعبية وجبهة تحرير تيغراي. ولو أن العلاقة بين جبهة تيغراي وجبهة التحرير كانت تمر بأزمات متواصلة، ويعود السبب إلى الموقع الجغرافي المتقارب والاحتكاك اليومي بين قوات الجانبين والطريقة العابرة إلى السودان عبر المنطقة الغربية، حتى إن مسألة ترسيم الحدود أثيرت في تلك المرحلة، وقد كانت مسألة بادمة أول إطلالة لها في ذلك الزمن. بالمقابل ازدهرت العلاقة مع الشعبية، ولكن هذا الازدهار كان يحمل في داخله كم هائل من الشكوك وانعدام الثقة. حتى المشاركة التي قامت جبهة تيغراي في قتال جبهة التحرير الإريترية لم يكن انحيازا لطرف ضد طرف آخر كما فسرها الكثيرون، ولكن كانت المصلحة في تأمين الطريق بين مناطقهم والمنطقة الغربية وصولا إلى السودان، بعد أن عانوا منها من انقطاع متكرر نتيجة الخلافات المستمرة والتي كانت تمثل شريان حياة بالنسبة لهم. أما العلاقة مع الشعبية
فلم تكن أحسن حالا من تلك التي حكمت علاقتهم بجبهة التحرير، إلا أن ما يميز هذه العلاقة أنها مليئة بالمكر والخبث من كلا الجانبين، أكثر من علاقة بين تنظيمين سياسيين يفترض أن يجمعهم تصور سياسي ذات بعد استراتيجي، وقد دفع كلا الجانبين الثمن قاليا نتيجة هذه السياسات الغبية. الشيء المشترك بينهما بلا جدال هي المواجهة المشتركة ضد نظام منغستو هايلي مريم، واعتماد كل منهما على الآخر في هذه المواجهة. ولو أن اليد الطولة تبقى للجبهة الشعبية بحكم الخبرة والإمكانيات والعلاقات الواسعة والتجربة الطويلة، وهذه الميزة الخاصة بالشعبية التي يفترض أن تكون القوة التي تساعد على رسم سياسة واضحة ومقبولة ليست لإريتريا فقط بل لكل إثيوبيا، انقلبت إلى لعنة وبشكل متسارع، وانحصرت العلاقة على شاكلة خط بياني مرة صعودا وتارة هبوطا. إن من قرائب الأمور إن القوى الضاربة عسكريا والتي اعتمد عليها في إسقاط نظام منغستو هايلي مريم هي القوى العسكرية للجبهة الشعبية، ولكن الخاسر الأكبر سياسيا كان من نصيب الجبهة الشعبية. لم يكن السيد سياس أفورقي يعلم الدرس الكبير إن الحدود تتحدد حيث تقف الجيوش وترابط المدافع والدبابات، وقد كانت هذه الجيوش والدبابات والمدافع داخل العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وكانت اللحظة التاريخية لفرض الشروط وحصد المكاسب السياسية لكلا الشعبين الإريتري والإثيوبي، وقد كانت اللحظة التاريخية للتعويض للشعب الإريتري لتضحياته العظيمة. ولكن الرجل اكتفى بإشباع غروره وتملكته حالة من النشوة، وكلنا يذكر الحالة التي كان يعيشها في تلك الأيام، حالة الغرور والشعور بالعظمة الفارغة أضاعت على الشعبين الفرصة التاريخية في رسم مستقبل كلا البلدين بعيدا عن الفهم الكلاسيكي والتقليدي الذي كان سائدا، وقد اكتفى بقبول حق تقرير المصير والنهاية عبر الاستفتاء، باعتبار ذلك هو مطلب الشعب الإريتري، بينما الحليف الآخر كان الأكثر ذكاء. فالقضية الإريترية بالنسبة لهم كانت العقبة الكهداء والتي استنزفت إثيوبيا وأسقطت حكامها واحدا بعد الآخر، فالتخلص منها مرحليا ثم العودة إليها بظروف أخرى مواتية هو الطريق الأسلم مهما كانت التداعيات التي تخلفها مسألة تقرير المصير. وسار الرئيس في اعتقاد راسخ وباعتقاد كاذب بأن نحن من أتينا بهؤلاء في جهل مطبق، إن جبهة تحرير تجراي وقيادتها لم تعد تلك التي يعرفها سابقا في شيري بربري وحوزين وباقي ريف تجراي، فهي الآن تتربع في أديس أبابا واضع كل إمكانيات إثيوبيا تحت سيطرتها، والنتيجة ما نراه الآن من العودة إلى المربع الأول ومن العداء المستحكم، هو يحشد وهم يحشدون وتستمر المهزلة، وسيكون لنا تفنيد مفصل لهذه المهزلة في المستقبل القريب. أحمد القيسي. محطات مع أحمد القيسي. محطات برنامج يقف على أهم الأحداث التاريخية والآنية.
friend, my best friend. It has been a long time since I went away. Please talk to me. Find a way. I strolled in old streets alone. I went to places you showed me. I thought I liked it then, but now the feeling is gone. Where you had your first date, I stood by the lamppost and I wept. Yes, I wept. I wept when I knew you wouldn't come. At least I expected to meet your ghost. I sat on a chair in a corner of the dark, hidden tea room. I put a cigarette between my lips and puffed. The way you showed me, just like a learner. I walked along narrow alleys just to remember you. I even winked and whistled at a girl, foolishly. We always did that, nothing new. I sipped tea in the veranda, where we parted in days gone by for the destiny of grown-ups. And I followed you later. I never thought then that I'd go back there alone. My beloved friend Bashir, I promise I will light a torch on the hills of Barentu, where children will sing for you to hear. صوت المنتدى. نظمت مجموعة من الإريتريين بمدينة لندن بمبادرة ذاتية حفلا تأبينيا للشهيد الشيخ أحمد شيخ فرس في يوم السبت الماضي 6 من هذا الشهر. حضره جمع غفير من الإريتريين المقيمين في المملكة المتحدة. وفيما يلي نقدم إليكم النبذة التي أعدت من قبل المنظمين وقدمت في ذلك الحفل. ويذكر أن الشهيد الشيخ أحمد شيخ فرس قد قضى نحبه في معتقلات الطاغية سياس وعصابته قبل 4 أعوام بعد اختطافه وحبسه لسنوات عديدة، ولم يعرف مصيره إلا قبل أسابيع قليلة مضت. إن تفاصيل حياة شيخ شهداء إريتريا الشهيد أحمد شيخ إبراهيم فرس وسيرته الذاتية زاخرة بالعطاء وبالمواقف الكفاحية. ولد في مدينة حرقيقو عام 1927 من أبوين معروفين في البلدة. تلقى تعليمه الأول عند الشيخ حمد عرقري، عمل في وظيفة ملاح في معدية داخل مصوع. تعلم اللغة الإيطالية بواسطة معاهد صغيرة ولاختلاطه مع الإيطاليين. عمل في باخرة إيطالية تسمى كارلا، وانتقل بعدها لباخرة يونانية تدعى كيت. تزوج في المرة الأولى عام 1952 وتوفيت زوجته إلى رحمة الله عام 1954. ثم تزوج مرة أخرى عام 1956 من ابنة المناضل المرحوم صالح سبي، وله 3 أبناء. ويعتبر الشهيد هو أحد مؤسسي جبهة التحرير الأريترية، وهو من الذين شاركوا في معركة الاستقلال عن أثيوبيا.
وكان يقوم بتهريب السلاح في بدايات الثورة، وساعده في ذلك عمله في البحر، فقد كان مساعد قبطان. في عام 1958 توجه إلى عصب للعمل في شركة بونحراد اليوغوسلافية التي كانت تقوم ببناء ميناء عصب، وكان يعمل قبطانا في باخرة اسمها نايلون، وبقي فيها حتى تم بناء ميناء عصب في أغسطس 1961. وفي عام 1960 قام بتهريب القائد الشهيد عثمان صالح سبي بالقارب الشراعي إلى ميناء مخل اليمني، ومنها توجه إلى حديدة حيث استقبله الشهيد محمد علي دافلة. وفي أغسطس عام 1961 ترك العمل في ميناء عصب وعاد إلى مصوع، وتم تعيينه قبطانا في باخرة تسمى كرن، وهي ملك لشركة إيطالية. وفي يناير 1962 وأثناء عمله في الباخرة تلقى برقية من الشهيد عثمان صالح سبي يطلب منه التوجه إلى عدن، والتي وصلها تهريبا بقارب شراعي إلى مخا في اليمن، ولكن تم اعتقاله من قبل السلطات اليمنية بسبب دخوله الأراضي اليمنية بطريقة غير شرعية، وأطلق سراحه لاحقا في مدينة تعز، ومن تعز توجه إلى مدينة الرائدة ومنها إلى لحج، وتمكن من الهروب من مخا بواسطة شاب يمني كان يجيد لغة العفر، ووصل إلى تعز التي أعيد اعتقاله فيها مرة أخرى، وأطلق سراحه فيما بعد من قبل ضابط التحقيق بعد أن عرف أنه من أبناء مصوع، ومنحه بذلك تصريح التجول داخل المدينة. ومنها توجه إلى الرائدة ثم إلى لحج حتى وصل إلى منطقة شيخ عثمان في مدينة عدن، حيث استقبله الشهيد محمد الأمين حسب الله والشهيد حجي صالح دافلة. وفي عدن قام الشهيد فرس بعملية التواصل والتنسيق بين المناضلين في اليمن والسودان بواسطة محمود العجلاتي. وبعد 3 أشهر من إقامته في عدن وصل كل من الشهيدين إدريس محمد آدم وعثمان صالح سبي الذي وصل إلى الصومال ومنها إلى العراق من أجل جلب السلاح بناء على موافقة الرئيس العراقي عبد الكريم قاسم. ولكن عاد الشهيد سبي إلى عدن بدون السلاح، حيث لم يوفي عبد الكريم قاسم بوعده. وفي هذا الوقت وصلت رسالة عاجلة من الشهيد حامد إدريس عواتيه يطلب فيها العون والمد الفوري بالسلاح والمال والمواد الغذائية. فطلب الشهيد سبي من الشهيد فرس أن يتدبر هذا الأمر بحكم معرفته ومعارفه في عدن. وكان للشهيد فرس حساب مصرفي في البنك الهندي في عدن، حيث تم شراء السلاح والعتاد، وقام الشهيد فرس بنقله تهريبا إلى الخلايا السرية التي كانت تعمل في حرقيقو. وفي ديسمبر 1965 وأثناء تواجده في أرض الوطن تم اعتقاله بعد أن تم اكتشاف المجموعة السرية التي كان يعمل ضمنها، وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما متنقلا فيها بين السجون الأثيوبية، إلا أنه كان خلالها يمارس نشاطه السياسي والثوري. وفي فبراير عام 1975 تم تحريره مع عدد من رفاقه من السجن بعملية فدائية بطولية نفذها ثوار جبهة التحرير الإريترية. توجه المنفذون والمحررون إلى منطقة واغي واغر، وكان في استقبالهم عدد من قيادات الثورة الإريترية،
شارك الفقيد في اتفاقية الصلح بين قوات التحرير الشعبية وجبهة التحرير الإريترية بعد خروجه من السجن. وفي أغسطس 1975 وصلت عائلة الشهيد إلى منطقة جارورا بعد حادثة مذبحة حرقيق الأولى. وفي سبتمبر 1975 حمل الشهيد أحمد شيخ فرس والشهيد عمر سيد برج والشهيد عمر يحيى رسالة من القيادة السياسية لقوات التحرير الشعبية في الخارج إلى القيادة العسكرية في الأراضي المحررة، وذلك بتكليف من الشهيد عثمان صالح سبي تضمنت الدعوة لحل النزاعات بين القيادتين. ولعب الشهيد أحمد شيخ فرس دورا إيجابيا لنزع فتيل الصراعات الداخلية. وفي عام 1976 تم تعيينه قبطانا في باخرة ريم عرب التابعة لقوات التحرير الشعبية، حيث كان يقوم بمهام نقل العتاد العسكري والمؤن للمقاتلين. وفي ديسمبر 1978 سافر إلى إيطاليا من أجل استخراج شهادة القبطان والتي تحصل عليها في 5 يوليو 1979. عين قبطانا في باخرة الأمان التابعة لشركة بتروستار السعودية عام 1981. وفي عام 1983 تم تعيينه في شركة ناقلات نفط في السعودية. أما في مارس 1984 وحتى العام 1987 عمل قبطانا على الباخرة دولفين في ميناء خالد بالشارقة. وفي 4 أبريل 1987 شارك ضمن وفد في نقل جثمان الشهيد عثمان صالح سبي من القاهرة إلى الخرطوم، حيث وري جثمانه الطاهر في مقابر طائفة الختمية. وبعد تحرير التراب الوطني من دنس الاستعمار الإثيوبي عاد الشهيد إلى أرض الوطن مشاركا في معركة البناء الوطني، حيث كان في مقدمة الصفوف التي تصدت لمهام ما بعد الاستقلال. وكانت آخر مشاركاته الفاعلة هي دوره في حل النزاع بين إريتريا واليمن حول قضية الجزر. تم اعتقاله في عام 2006 وانتقل إلى رحمة الله مناضلا شريفا في عام 2010 في سجون الظلام والاستبداد، مناضلا حقا من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة والسلام. وبرحيله تفقد إريتريا رجلا من رجالاتها الأشداء الذين وهبوا حياتهم من أجل الوطن. رحم الله شهيدنا رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء، وستظل ذكراه وسيرته العطرة حاضرة ومغروسة أبدا في ذاكرة ووجدان الشعب الإريتري. سميتا منتو لقلاي ليلا دولا سميتا منتو لقلاي ليلا منتو الأكان بتقسو قل عقوبة مثيلا قل قدور حليبة كم سرشاكت وعيلة مثيلا منتو لقلاي ليلا دولا سميتا منتو لقلاي ليلا دولا سميتا منتو لقلاي ليلا أكان بتقسو كل عقوبة مثيلة إلا قدور حليبة كم سرشاكت وعيلة مثيلة من تقلعي ليلة سبلحت
أكامر واتوحطر من لمسك بعواتي أكامر واتوحطر ومحجر وحرميت منطقة طوم لبطر أزيمة منطقة طوم لبطر قديمة من ساحل سيف حروط من بيته وننفروي من ساسد دول عدول تورر سلف أدام سميته دول عدول تورر سلف أدام سميته ودبول نوي إلى تمم لويته والله إلى تمم لويته ولاد وادي عن سبا اللوم حيوت شقري قدر ساعتهم حكونا ووقل إكي زي ما حكونا ووقل حو يا ولاد قبسا سابنا شوف برادي مقرب بالأطروف بسوف لقا ورادي يتمتم ما بيت نهب حاول يكونوا بالي يتمتم ما بيت نهب حاول يكونوا بالي بعدها المرأة تتركب بحاجي والله تتركب بحاجي عجبي لو عسكرها فارس قطع من سمر اللي تقرب لمايو المفاقي من بحر بعد حمال انساري عنوان نكون تأمر بعد حمال انساري عنوان نكون تأمر إلا بحر العيناتها تتورد من جفر والله تتورد من جفر من دنكال يا رد أوان شدها عيلة وعسب أو كير ولا دنكال يا من كنتم رجالي صوت المنتدى. أعزائي المستمعون، اسعدتم مساء. أحييكم وأقدم لكم نشرة للأخبار أبدأها بأهم العناوين. مصادرنا من الداخل تؤكد وجود سياسات خفية لتفريق إريتريا من الشباب. عنصر من استخبارات النظام الإريتري ينسق مع عصابات الاتجار بالبشر إقرار منح الجنسية الإريترية للموالين النظام ومنحها عن المعارضين. حالات وفاة بمعتقل عدابيتو بسبب سوء الأوضاع الصحية والإدارية. اختطاف 33 إريتريا من قبل عناصر من الرشائد واحتجازهم في نفق أرضي بالقرب من مدينة كسلا السودانية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها. في تعليق حول تباكي النظام عبر وزير خارجيته في روما بخصوص جريمة الاتجار بالبشر، أفاضت مصادرنا من الداخل إلى أن من يستمع لحديث الحكومة الإريترية حول هروب الشباب من إريتريا وتبرير ذلك تحت عناوين عديدة منها مؤامرة دولية حيناً أو ضعف اقتصادي حيناً آخر، هو لإخفاء الحقيقة الموضوعية المتعلقة بسوء الأوضاع السياسية التي تنعكس في مسائل الاقتصاد وغيرها. وأشارت مصادرنا إلى وجود عنصر هام وراء هذه المسألة ألا وهو السياسات الاحتياطية الخفية للحكومة الإريترية حيالها، والمتمثلة في تجنب عنصر الانفجار الشعبي عبر تفريق إريتريا من الشباب الغاضب. وهذا المنهج تمارسه الحكومة الإريترية بسرية تامة وفي نطاق إداري أعلى وضيق، لأن الكثير من الكادر لا يستطيع استيعابه من جهة، ومن جهة أخرى ينبغي أن تتم العملية فقط بمعدل إفراغ الشحنة الزائدة وإيقافها إن تجاوز ذلك حتى لا ينهار البناء الكلي. وفي هذا الإطار يأتي فتح حدود الجنوبية مع إثيوبيا أمام الهاربين من الشباب، وتخفيف المراقبة على تخوم الحدود السودانية الإريترية، وكان نتيجة هذا الإجراء الهروب المكثف الذي شهدته البلاد في الآونة الأخيرة. ويذكر في هذا الصدد أن السياسة أفورقي في العديد من لقاءاته عبر عن قبضته لهروب الشباب وقال إن هروب هؤلاء يجعلنا نعمل في وضع أكثر نقاء وثقة، وهو ما عده المراقبون تشجيعا للشباب للهروب من البلاد.
أفادت اللجنة الإريترية لمحاربة عصابات الاتجار بالبشر نقلا عن مصادر مطلعة على أن عصابات منظمة تقوم بتخريب أعداد كبيرة من الشباب الإريتريين من معسكرات اللاجئين الإريتريين في إثيوبيا، خصوصا من معسكر حمطاط إلى الأراضي السودانية، وذلك عبر محطات مختلفة. وهذه العصابات تقوم في البداية بنقل الشباب من تلك المعسكرات إلى وادي تكزة ومنه إلى مدينة حمراء المتاخمة للحدود السودانية، ثم يعبرون بهم الحدود خلسة ليصلوا بعد رحلة 3 أيام إلى قرية تسمى حجر التي يعتقد أنها تقع على بعد 4 ساعات باتجاه شمال شرق مدينة الخرطوم. وتؤكد المعلومات أن 3 عربات لواري تقريبا تدخل كل يوم إلى هذه القرية، وهي تقل الشباب المهربين من المعسكرات الواقعة في شمال إثيوبيا، ثم تخرج عربة واحدة يوميا وهي مكتظة بالعشرات من الشباب الذين لا يستطيعون تسديد الفدية أو المبالغ التي تحددها هذه العصابة لإيصالهم إلى الخرطوم. ويعتقد أن ما يربو عن 3000 إريتري يحتجز في هذه القرية. ويضيف المصدر أن في هذه القرية حراسا سودانيين بالإضافة إلى ما لا يقل عن 100 عربة لاند كروزر. وإذا حصل أي هروب للمحتجزين غالبا في الليل وقبل الشروق، تقوم العصابات بتحريك عربات عديدة إلى كل الاتجاهات، وغالبا ما يتم القبض على الشباب الذين يحاولون الهروب. وأشارت المعلومات الواردة إلينا بأن شخصين يدعى أحدهما فيلمون والآخر برخت هما المكلفان بالضغط على الشباب بشتى الوسائل، منها التعذيب، للاتصال بذويهم لدفع المبالغ المطلوبة منهم. وتضيف تلك المعلومات أن هناك حديث عن قدوم أفراد من الشرطة السودانية إلى تلك القرية، إلا أنهم يعودون من حيث أتوا دون أن يقوموا بأي إجراء. وعدا أحد المتابعين لموضوع تهريب البشر في المنطقة سبب اختيار قرية غير معروفة لإخفاء الشباب عن أنظار، لأنه كان يتم في السابق احتجاز الشباب في الخرطوم، إلا أنه بعد ازدياد أعداد الهاربين دون أن يسددوا المبالغ المطلوبة منهم، غيرت عصابات الإجرام إجراءاتها واختارت هذه القرية النائية. وهناك معلومات تؤكد على أن أحد أفراد العصابة هو من سكان شامبوك والقاش، وآخر من ضواحي مندفر السراي. والمبلغ المفروض لتخصيص الشباب من العصابة يبلغ 80,000 نقفة للفرد الواحد، أي ما يعادل $1400 أمريكي. وفضلا عن الشخصين المذكورين علاه، تؤكد المعلومات عن وجود الشخصية الرئيسية في العصابة في الخرطوم ويكنى بشجور، وهو من سكان قرية قلاي بعلتيت أكلوكوزاي، ومساعده يدعى رزاني من سكان بارونتو. وتفيد بعض المعلومات أن الشجور هذا كان عضوا مهما في جهاز الاستخبارات التابع للفرقة 15 في الجيش الإريتري، ويشار إليه بأنه أحد المنسقين بين النظام الإريتري وعصابات التهريب المنتشرة في السودان وإثيوبيا. وما يؤكد ضلوع أجهزة استخبارات النظام الإريتري في هذا الأمر، هنالك معلومات تؤكد على أنه تم الاتفاق بين عناصر المافيا في كل من إثيوبيا والسودان على تهريب 3 أشخاص إريتريين من معسكرات اللاجئين في إثيوبيا واحتجازهم في حمدايت التي تقع داخل الأراضي السودانية في المثلث الحدودي بين الدول الثلاثة إريتريا والسودان وإثيوبيا، ومطالبة ذويهم بتحويل مبلغ 100,000 نقفة عن كل فرد، المجموع 3,000 نقفة، إلى أريتريا قبل إطلاق سراحهم. أما بخصوص مهرب البشر المعروف على نطاق واسع والذي يدعى أنغسوم طعامي أكولوم الملقب بوجهي، فإن المعلومات المتوفرة تشير بأنه مختفي عن أنظار في الخرطوم، حيث تبحث عنه السلطات السودانية منذ فترة طويلة، علما بأن السلطات الإثيوبية كانت قد ألغت القبض عليه وأبعدته إلى السودان بعد أن قضى في السجن 2.5 عام، ويقال أنه يتمتع بحماية خاصة من قبل النظام الإريتري. وجدير بالإشارة أن نغسوم وجهي هذاك كانت أسرته مكونة من زوجته ترحاس و4 أطفال تعيش في حي مبرات هايلة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتم نقلها قبل 4 أشهر، والأم هي في الشهور الأخيرة من الحمل إلى السودان ثم إلى إريتريا وتعيش حاليا هناك. وهذا دليل آخر على تواطؤ أجهزة استخبارات إريتريا في عملية تهريب البشر من خلال عناصرها المنتشرة داخل إريتريا وفي منطقة بأسرها. علمت مصادر المنتدى أن وزارة الشؤون الخارجية الإريترية عقدت في 3 ديسمبر الجاري اجتماعا مغلقا بقاعة دندن بالعاصمة أسمرة ل38 غسلا وقائما بالأعمال لدى سفارات النظام بمختلف دول العالم، بالإضافة لمسؤول الجنسية والهجرة في إريتريا و50 عضوا من مكتب الرئيس. وقد بحث الاجتماع مسألة كيفية منح وتوزيع بطاقات الجنسية الحديثة، وصدرت عنه تعليمات مشددة على ضرورة ضبط مقاييس منح الجنسية بحيث لا تمنح للأعضاء المعارضين لسياسات النظام حتى وإن دفعوا ضريبة دعم الحكومة 2%، على أن يتم ذلك من خلال عمل النشط للقنصليات في جمع المعلومات عن الإريتريين في الخارج من خلال الموالين للحكومة،
وحفظ الملفات بسرية تامة لكل من يدلي بالمعلومات وكذا المعلومة التي أدلى بها. وقد تليت عليهم رسالة وردت مكتب الرئيس بهذا الخصوص مفصلة التدابير التي تحول دون حصول أفراد المعارضة للجنسية الإريترية. كما علمت مصادر المنتدى من أسمر أن وزارة الخارجية الإريترية أصدرت تعليمات صارمة توضح فيها ضرورة امتناع كل أطقمة السفارات عن الإدلاء بأي تصريحات دون تكليف مباشر من وزارة الخارجية، وأكدت مرارا على ترك التصريحات للأفراد الذين تحددهم الوزارة والتي بدورها ستمنحهم المعلومات التي يدلون بها. إلى ذلك أثير في الاجتماع موضوع الدستور وأنه من المتوقع أن يشرع في العمل فيه عقب الانتهاء من عملية توزيع بطاقات الجنسية الجديدة. هذا وتشير الأخبار بأن القناصلة والقائمين بالأعمال عبروا عن قلقهم الشديد من أفعال المعارضة، وأوضحوا بأن مهام السفارات تتعرض للإعاقة من هؤلاء الذين ينشطون ضمن الحكومة في أوساط الجاليات الإريترية بالخارج. وحيال هذه الشكوى كان رد السلطات: لا تعيروهم اهتماما، نحن لهم وسنتولى أمرهم. وأخيرا اعتذرت الوزارة عن عدم تمكن الرئيس من عقد الاجتماع الذي كان مقررا أن يعقده معهم، وبررت ذلك بانشغالاته الكثيرة. الجدير بالذكر أن معاهدة جنيف لعام 1930 قد أقرت بحق كل إنسان بالتمتع بالجنسية في بلاده، كما اعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948 أن الجنسية حق من الحقوق الأساسية للإنسان، إذ لا يجوز حرمان ونزع الجنسية عن أي شخص تعسفا. توفى 7 من المعتقلين في مركز عدة أبيتو القريب من العاصمة أسمرة، وتتحفظ إذاعة صوت المنتدى عن إذاعة ونشر أسمائهم مراعاة لمشاعر أسرهم الذين لم يبلغوا بعد بهذا الخبر الصادم. وكشفت مصادر المنتدى عن أن حوالي 1200 مواطن في معتقل عدة أبيتو قد حشروا في عنبرين على خلفية التجنيد القسري، وأنهم في أوضاع إعاشية سيئة للغاية بالمعتقل. وقد أدى الاكتظاظ وضعف خدمات الصحة في النظافة والعقاقير الطبية إلى تعرض المعتقلين للأمراض المعدية، وتفشت في أوساطهم حمى التايفود والدرن والإسهال. وبسبب عدم تمكن الطاقم التمريض في المركز من احتواء التدهور الصحي المريع الذي حدث في أوساط المعتقلين وتفاقم حالاتهم، عمل الممرضون بإحالة الحالات المتزايدة إلى مشفى حليبات بأسمرة، إلا أن إدارة المعتقل منعتهم من إرسال أي مريض إلى أي مشفى خارج المركز دون موافقة سلطات التحقيق الأمني مهما بلغت خطورة الحالة، مما تسبب هذا المنع إلى ارتفاع حالة الوفيات بين أوساط المعتقلين. علمت مصادر المنتدى أن عصابات الرشايد الاتجار بالبشر تخفي 33 إريتريا في منزل بني تحت الأرض وسط مزرعة بضواحي مدينة كسلا. وتحدثت مصادرنا في 2 من ديسمبر الجاري مع الآنسة تعجستي أمباي، وهي فتاة إريترية كانت ضمن الضحايا، وقد أدلت تعجستي التي لم تمانع من نشر اسمها بتفاصيل هذا الاعتداء الإرهابي الآثم والمتكرر على أبناء شعبنا، حيث أشارت بأنها أجبرت على دفع فدية مقداره $10,000 أنقذت بها حياتها. وأضافت أن الكمين نصب للاجئين إريتريين من قبل رشايدة بتعاون من بعض الإريتريين، وأنهم وضعوا بعد أن اختطفوهم في منزل مبني تحت الأرض بمنزعة بهامش كوريب. واستطردت قائلة إنها تحركت من أسمر وفقا لإرادتها هروبا من القهر السياسي واختلال موازين الحياة الكريمة هناك، وبعد السير ل3 أيام وصلت إلى أطراف قارورة السودانية. هناك تم اختطافهم من ثم تحويلهم إلى منطقة بضواحي كسلا، وأن أقاربها حولوا مبلغ $10,000 إلى مصر لعصابة الرشايدة، لهذا تم تحريرها من الأسر. وعربت عن حزنها البالغ لبقية الإريتريين الذين يعانون التعذيب تحت سياط هؤلاء الإرهابيين القتلة على حد وصفها. الجدير بإشارة هنا إلى أن الحكومة الإريترية هي المكون الأساسي لعصابات الرشايدة في مرحلة عدائها السابق مع الحكومة السودانية. ومعلوم أيضا الصلات الوثيقة ماضيا وحاضرا بين هذه الجماعات وحكومة السياسة، فقد درجت الحكومة الإريترية على تكليف العصابات بتنفيذ أهداف محددة مقابل صفقات مشتركة سياسية واستخباراتية ومالية، وأن تنحية اللواء تخلمانجوس عراب هذا الملف عن مسرح الجريمة ومحاولة إبعاده أو حرقه هو وملفاته لا يخفي الحقائق الدامغة التي يعلمها كل متابع. صوت المنتدى. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام ساعة هذا اليوم. نشكر لكم حسن المتابعة، وعلى أمل اللقاء بكم في ساعة جديدة. ابقوا بخير وفي أمان الله.